السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعملوا كيكة طعمها حلو قوي. كوبايتين من السكر، كوبايتين من اللبن او الحليب، ومعانا كوبايتين من الدقيق نخلهم كويس جدا. هخلط بقى اللبن مع السكر كويس حوالي كده 3 4 دقايق في الخلاط، وبعد كده هشيل منهم كوباية. هقول لكم ليه دلوقتي. انتوا شايفين. وهحضر معايا بقى كوباية من الزيت، هنزل عليهم كده على الخليط واحدة واحدة وهو في الخلاط عشان القوام يتقل معانا. واول ما يتقل معانا هشيل نص الخليط على جنب كده. بصوا سهلة وبسيطة وطعمها حلو قوي، وهنعملوها كده بالصوص الابيض ده بجد تحفة يا جماعة وطعمها عسل. بعد كده بقى هنزل بالكوباية اللي انا شلتها في اول مرة بالسكر واللبن او الخليط اللي احنا ضربناه. بعد كده هنزل بعدد 2 بيضة، وهنزل طبعا بالفانيليا، وهخلطهم كويس قوي مع بعض. معايا بقى هنا ذرة من الملح، وحطيت معلقة ونص من النشا، وحطيت باكو من البيكنج باودر. هخلط كل المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده هنزل عليها بالخليط. طعمها حلو أوي يا جماعة وسهلة وبسيطة، والكيكة هتلاقيها هشة كده. وبجد دوقوها وقولوا لي إيه رأيكم فيها لما تعملوها. هاخلط بقى كل المكونات مع بعض كده، وطبعا الفرن بتاعنا شغال على درجة 180. هانزل في الآخر كده بنص كوباية مغلية، نص كوباية من المَيّة المغلية، بس هادوّب المكونات كلها مع بعض كده بسرعة. بعد كده هانزل بمعلقة من الخل. بعد كده بقى كانت معايا هنا الصينية حاطة فيها شوية من الزيت، مبدراها كده بشوية من الدقيق. هانزل بقى بالخليط، وهاحطها كده في الفرن حوالي يعني 40 دقيقة 45 دقيقة. يعني لازم أفتح عليها بعد 30 دقيقة أبدأ أشوفها. زي ما أنتم شايفين كده، هاغطيها كده بفوطة أول ما تطلع حوالي 5 دقايق، وبعد كده بأي بقى كيس نايلون كده نضيف تغطيها برضه لحد ما تدفى شوية. وهاجيب بقى الكوباية اللي أنا شِلتها من الخليط التقيل اللي أنا وريته لكم، يعني حوالي كده نُصّه كده هانزل عليه فوق الكيكة، وهاقطّعها وهاخلّيها كده يعني هاغطّيها وهاخلّيها كده تشرب من الصوص ده. بيضطر الكيكة تبقى طعمها حلو أوي كمان من جوّه يا جماعة. أنتم عايزين تاكلوها سادة كده براحتكم خالص. وبعد بقى ما شربت كل ده، هانزل بقى عليها كده بباقي الخليط. ودوقوا بقى أحلى كيكة بصوص الأبيض ده، أكنِّك بتاكليها يعني كريم كراميل يا جماعة. بجد حلوة وما بتاخدش منكم ولا وقت ولا مجهود. أنا بس هي ممكن أخد مني وقت عشان التصوير، لكن أنتم مش هتاخدوا منكم وقت خالص. بُصّوا بقى الهشاشان، بُصّوا الطريان، طعمها عسل، عسل، عسل. بجد جربوها وقولوا لي إيه رأيكم، وادعوا لي دعوة حلوة، ويا رب الوصفة تعجبكم.